السلام عليكم. اليوم في مطبخ اميد ان شاء الله راح نديرو دي ميني بيتزا يتاكلوا مع الشوربه، خفاف ظراف ملاح. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ راح نحتاج 2 كيسان تاع الفارينه. هذا الكاس في 240 ملل، راح ندير 2 كيسان تاع الفارينه، ندير لهم 2 مغارف صغار تاع خميره الخبز، مغرف صغيره تاع السكر، 3 مغارف كبار تاع الزيت، الملح، ونلمو العجينه تاعنا بالماء يكون بارد، الماء يكون دافي عفوا. اذا واش ندير؟ نحكم الكاس تاعي ونقيس 2 كيسان تاع الفارينه. انا دائما ندير كميه قليله، سبق وقلت لكم انه افراد العائله تاعي قليله. ندير الكاس الثاني، ندير لهم مواد الجافه، الخميره 2 مغارف صغار، مغرف صغيره تاع السكر. نخلط المواد الجافه مع بعض، يعني حاجه سهله ولا غير في 4 ساعات وجديها. ندير لهم الزيت، 3 مغارف كبار تاع الزيت. نخلط هاد المقادير مع بعض، ندخل هذاك الزيت في الفارينه، وندير الملح، ما نساوش الملح بطبيعه الحال. ندير حوالي نص مغرف صغيره تاع الملح، هكذا اللي يحبوا العبر يعني بالضبط. وندير الماء يكون دافي غير بالعقل حتى نلمو العجينه تاعنا. ماذا بينا العجينه نديروها طريه باش يجونا شابين هاد الميني بيتزا. نزيد قطره تاع الماء فقط. من بعد واش ندير؟ نحطها دائما نفس الطريقه ونعجنها، ندلكها. كاين بزاف اخوات قالوا لي عجني امامنا، يعني باش نشوفوا كامل التفاصيل تاع العجين كما رانا نشوفوا. تحسي انه العجينه تلصق، ديريها تتلصق، شوفوا كيفاش تلصق في اليد هكذا باش تنجح لكم. من بعد نبدا ندلك. اليوم راح ندير لكم العجينه كامله، لانه الاساس تاعنا هي العجين. لاصوص طوماط كامل نعرفوا نديروها سهله. شوفوا مليح كيفاش نعجنوا، ندلك بلا ما نقطع العجينه، خاصه انا كان المقادير قليله يعني راح تقدري عليها العجينه بكل سهوله. اساس المعجنات انك العجينه تخليها طريه هكذا باش تجيك مفشفشه. اذا راح ندلكها امامكم. طريقه سهله تاع الدليك، خاصه الاخوات المبتدئات اللي يحبون يتعلموا. ها هي الطريقه، وكي تخليها شويه متلوقه مش راح ديري الجهد باش تدلكيها. ها هي العجينه معنا واجده. هاي وجدت العجينه تاعي يعني بكل سهوله، يعني ميم با 4 دقائق من بين ما درت المقادير ودلكتها. ها هي امامنا. نغطيها بكيس بلاستيكي، نخليها تخمر حوالي 20 دقيقه حتى نص ساعه، نعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي نحيها. انا دائما العجينه كي تخمر ما نعاودش نعجنها كيما راهي، نحطها. ندير كميه تاع الفارينه، هكذا باش تجينا سهله في الخدمه تاعها، يعني ما تعاوديش تكوريها هكذا باش تجيك سهله كي تفتحيها. اذا نفتحها مليح، دائما نستعينوا بالفارينه هكذا باش ما تلصقناش. نرقوها شويه لانها رايحه تخمر، لانها عجين.
ما نرقوهاش بزاف، شويه يعني. من بعد نحكم طابع ولا كاس ولا غرفيه ولا واش عندك، ونطبعها دوائر. هنا على حساب الكبر تاع لي بيتزا تاعك، تاع لي ميني بيتزا، كيفاش راكي حبتهم، يعني هكذا يجوا شابين. اذا نقطعهم كامل بهذه الطريقه. نحي الزوائد، نلمهم نخليهم يرتاحوا شويه، نعاود نطبعهم بنفس الطريقه. كي تخليها ترتاح راح تجيك سهله باش تفتحيها، يعني العجين ما يعاودش يرجع. نحكم الامور، ها هو امامنا. نستفهم، نستف لي ميني بيتزا تاعنا كامل. نخليهم يزيدوا يخمروا حوالي ربع ساعه، يعني ماشي غير نديروهم نطيبوهم، لا هكذا باش ينجحوا لك في الدار لازم تزيدي تعاودي تخليهم يخمروا. اذا راح نكمل العجينه كامل تاعي، نغطيها بطرشون، نعاود نزيد نخليها تخمر حوالي ربع ساعه ونعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما جازت ربع ساعه راهي خمرت لي لي ميني بيتزا تاعي راهم خمروا. الفرن تاعي راني شعلته عندي 5 دقائق 240 درجه. ماذا بكم يكون الفرن سخون باش تنجح لكم البيتزا تاعكم. هنا عندي اون صوص طوماط اللي كنت خدمتها، درت زوج صوصات تاع الثوم في المقله. كي تحمصوا شويه درت لهم مغرف كبيره تاع طوماطيش مصبره، من بعد زدت عليها، قليت هذيك الطوماطيش مصبره مليح، زدت عليها 3 حبات تاع الطوماطيش مسكرفجين مرابيين، درت لهم شويه تاع المعدنوس، ملح وفلفل اسود، شويه تاع الماء، وخليتها حتى طابت واختارت كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. عندي هنا شويه تاع الزيتون اخضر وفيولي ولا اسود ولا واش عندك، وجبن مبشور. واش ندير؟ نحكم ندير كميه تاع لاصوص، كميه قليله فقط، ما نديش لاصوص بزافيه كما رانا نشوفوا. وندير الزيتون، نحب نقطعو بالموس، ما نديروش هكذاك حبه كامله. اولا من الاحسن نحط الفرماج تاعي ونحط الزيتونه فوق الفرماج. اذا نحط الفرماج الجبن عفوا، هكا راح يجيكم احسن. نقطع شويه تاع الزيتون نحطو على الوجه. اذا راح نكمل كامل الميني بيتزا تاوعي، ندخل من الفرن حتى يطيبوا مليح، نعاود نخرجهم ونعاود نلتقي بكم. يعني المهم انكم الفرن تاعكم يكون سخون. اذا ها هما الميني بيتزا تاوعي هذا ونخرجوا من الفرن. شوفوا كيفاش طابوا وشحال هشاش، جاو روعه. شوفوا الهشاشه تاعهم. اذا نقدمهم في طبق التقديم. اذا ها هما الميني بيتزا تاعنا. شوفوا زوج كيسان تاع الفارينه، شوفوا شحال عملوا لنا الكميه، ما شاء الله. يعني الا كنتوا يعني بزاف في الدار ضاعفين المقادير، تقدري حتى يعني تريبليها باش لكم كميه كبيره. يعني مازالت سخونه، راني حابه نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش جاتنا في الوسط. يعني من سخونه، بسم الله. شوفوا شحال هشيشه، جي روعه. جربوها اكيد راح يعجبوكم، وبالصحه فطوركم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.